كي يعيش العمر باطمئنان بالرحيق العلم والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان الذي يأتيكم كل يوم عدا الجمعة والسبت من 5:30 حتى 6:30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اسمعوا، الحياة عبارة عن سلسلة مترابطة لا تكاد أن تنفك إحداهن عن الأخرى. نحن كل إنسان منا وكل جزء في الطبيعة لا يحيا لذاته. كل جزء منا لا يحيا لذاته. هل رأيت شجرة تأكل من ثمارها؟ هل رأيت شجرة تأكل من ثمارها؟ هل رأيت نهرا يرتوي من مائه؟ هل رأيت بحرا يأكل من سمكه؟ هل رأيت بحرا يأكل من سمكه؟ هل رأيت غمامة تشرب من مطرها؟ هل رأيت أرضا وجبلا يأكل من عشبه؟ فكل شيء في الطبيعة وجوده لذات أخرى. كل شيء في الطبيعة وكل وجود على الكرة الأرضية أوجد للآخر، أوجد للآخر. هذه هنا تكمل السلسلة. أنت وجدت لأبنائك. لو سألتك سؤال: لماذا تعمل وتشقى وتبني منزلا؟ تقول: لأبنائي، لأسرتي، لحياتي، لمن يأتي من بعدي. لماذا تقوم بشراء منزل وتقوم بتأجيره وتقوم؟ والله للمستقبل، ما أدري ما يجري بي وبعيالي حتى لا لهذا تجد وأنت حتى أعزب. لماذا تعمل وتجمع المال؟ لأتزوج. كأن أصبح جهدك تضعه للمرأة التي تأتي لتدخل الحياة. ثم أنت والزوجة تجمعون للأبناء، ثم الأبناء يجمعون ليتزوجوا، ثم هو وزوجته يجمع لأبناء، وهكذا. فالحياة عبارة عن سلسلة مترابطة لا تفك. لهذا يعجبني ذاك الإنسان الذي يحيا للآخرين. يعجبني ذاك الإنسان الذي فعلا يحيا للآخرين. الطبيب لما يدرس طب لا يدرس لذاته، ربما يدرس لغيره، للمرضى. هو صحيح، لكن يدرس للمرضى ليعالجهم. الطيار لما يدرس طيران وغيره لا يدرس أحيانا لذاته، وإلا تذكرة الطائر يستطيع أن يشتريها ويذهب لأي دولة، بل لينقل الركاب سالمين غانمين. فدراسته تعتمد على الآخرين، والطبيب تطبيقه يعتمد على الآخرين، والمهندس ربما تجد مهندس يدرس لا يملك المال لبناء منزل، لكنه يبني منازل الآخرين. فيعجبني ذاك الرجل الذي يحيا بين قوسين، لا يعرف مصطلح الأنانية في حياته. الفكر لا تصبح فكرة منتشرة بين الناس إلا إذا عرضتها على عقول الناس فتقبلها الناس بقبول حسن. الكتاب يا سيدي هو عبارة عن خلاصة لأفكارك وعصارة لحياتك أنت تنشرها بين الناس. فلا بد من تحطيم مبدأ الأنانية حتى ينتشر هذا الأفق بين الناس. يعجبني محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعجبني عليه الصلاة والسلام. ومن كمال الإيمان أن أؤمن به، ومن كمال التقى أن أعجب بفكره ومنطقه وشخصيته صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو أحب إلي من نفسي. من كمال الإيمان يا سادة محمد عليه الصلاة والسلام. انظر لمبدأ العطاء، لا تنظر لمبدأ الكسب. نحن في زماننا هذا طغى علينا مبدأ الكسب على مبدأ العطاء. بصراحة طغى علينا مبدأ الكسب أخذ على مبدأ العطاء، ماذا نعطي. نبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه عليه الصلاة والسلام كوبا من حليب. أبو هريرة
بلغ من الجوع ما بلغ، بلغ من الجوع ما بلغ. فأتي بالحليب للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا أهل الصفة. أهل الصفة فقراء، قال: ادعوا أهل الصفة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يمشي ليدعو أهل الصفة خطوة للأمام وخطوتين للخلف. لماذا؟ كوب حليب ماذا سيغني؟ كوب حليب ماذا سيغني؟ لبن. ثم يمشي خطوة للأمام وخطوتين للوراء، كوب حليب. فدعا أهل الصفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالشرب، مبدأ العطاء للكسب، فأمر أهل الصفة أن يشربوا من هذا الحليب. شرب الأول ثم الآخر ثم الآخر ثم حتى بقي محمد عليه الصلاة والسلام ومعه أبو هريرة. فقال أبو هريرة: اشرب يا رسول الله. قال: اشرب أنت. بأبي هو وأمه عليه الصلاة والسلام. والله العظيم تعجز الأقلام، وأي أقلام لو مزجت بالذهب، لو كان حبر تلك الأقلام مدادا من البحور بأسرها، ولو كانت غذيت بالزعفران لعجزت وعجزت عن وصف محمد عليه الصلاة والسلام، بخلقه، بأدبه، بعطائه، بجماله، صلوات ربي وسلامه عليه. ما التقى الغمام بالغمام عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: اشرب أنت. قال: بل أنت يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: اشرب أنت. أبو هريرة شرب على استحياء قليلا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أعد، اشرب مرة أخرى. بأبي أنت وأمي، يشعر بالجائع، والجائع لا يعلم أنه جائع من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يعترينا الألم، لكن لما نرى من نحب يتهافت الآلام وتتهافت الآلام عند أقدامنا حينما نرى من نحب. أحيانا تعلونا الجروح وأنين الألم يطغى علينا، لكنه يختفي ببسمة من عيني من نحب. يا سادة، أبو هريرة نسي الجوع أمام حضرة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال أبو هريرة: خذ يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب مرة أخرى. فشرب، ثم أعطاه، قال: خذ. قال: اشرب. فشرب. فقال أبو هريرة: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أجد له موطنا، خلاص فل، شبعت. ثم شرب بعد ذلك محمد عليه الصلاة والسلام. يا سادة، هذا مبدأ العطاء. كان عليه الصلاة والسلام جائعا، لكنه نظر لأهل الصفة ثم نظر لأبي هريرة، فلما لم يبقى أحد تذكر نفسه عليه الصلاة والسلام. هنا يا سادة مبدأ العظمة، أن ترى كل الناس أنت لهم معطاء، ولا تكن عالة على الناس. يا سيدي، الطفيليات والأشجار تلك المتطفلة التي بها عنصر التطفل، الأعشاب تتسلق على أشجار يصل ارتفاعها إلى 60 و70 متر. تظن تلك الأعشاب أنها هي التي بلغت القمة، وتنسى أنها تتكئ على تلك الشجرة ذات الساق العضيد القوي المتين. لكن لو سقطت الشجرة لسقطت معها تلك الطفيليات. بعض الناس يظن أنه هو المعطاء لكنه طفيلي على من يعطي. بعض الناس يظن أنه ما عنده مبدأ أنانية، لكنه بحقيقة ذاته هو طفيلي، لكنه يصاحب رجلا معطاء، فيظن أن برفقة أهل العطاء أصبح هو معطاء. يا سيدي، أقولها لك، إذا أردت أن تكن بمبدأ العطاء إلى الكسب انظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام تطلب خادمة. يد فاطمة، أتكلم الآن عن يد بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يد فاطمة علاها الألم والقيح والجروح والقروح من شدة ما تلف الرحى، تطحن من شدة ما تلف الرحى
تعبت يد فاطمة. أتكلم عن يد ريحانة محمد عليه الصلاة والسلام، تعبت من الرحى. فجاءت فاطمة مسرعة لما سمعت أن الخدم، هناك خدم وسبايا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم لتطلب خادما. طرقت على النبي عليه الصلاة والسلام الباب، قالت يا أبي يا رسول الله، أريد من يعينني، خادمة. فقال عليه الصلاة والسلام، لم ينظر من مبدأ أنها ابنتي وأقرب الناس إلي، ولم ينظر ليدها، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا، والذي نفس محمد بيده، ما دام في الصفة فقير، ما أعطيك، غيرك أولى، غيرك أولى. فرجعت فاطمة، فجاءت عاطفة الأبوة لرسول الله، جاءت عاطفة الأبوة. رد ابنته عليه الصلاة والسلام حينما طلبت من يعينها، لأنه يجد أن هناك من هو أولى، مبدأ العطاء لا مبدأ الأنانية. فذهب عليه الصلاة والسلام لفاطمة، قال: هل أدلكم على خير من خادم؟ إذا أتيتم لمضجعكما فقولوا، إلى نهاية الحديث. هنا يا سادة مبدأ العطاء. أنت هل تعطي؟ هل تمنح؟ ما مبدأك بالحياة؟ أنت ماذا قدمت؟ يا سادة، التقديم ليس فقط أن تقوم ببناء منزل لك، بل لأبنائك، لعطائك. ليس فقط تقديم أن تسمع الأفكار، بل أن تتبناها وتنقلها. فأنت ماذا قدمت؟ ما هو مبدأ الحياة عندك؟ هل أنت طفيلي؟ هل أنت تحيا لذاتك أم لغيرك؟ يا سادة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحيا قط لنفسه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيا قط لنفسه. كان عليه الصلاة والسلام محور حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقذ تلك الأمة التي تتناحر، والتي تأكل الميتة، والتي تدفن الأنثى وهي على قيد الحياة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان محور حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تصطلح القبائل وتحت مظلة لا إله إلا الله. كان محور حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيير الأفكار. تغيير الأفكار أصعب وظيفة هي تغيير الأفكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحيا لذاته، جاع عليه الصلاة والسلام، زوجاته ذقن مرارة الجوع. يأتي الضيف على النبي عليه الصلاة والسلام، يبعث وراء نسائه: هل عندنا طعام؟ 9 منازل لرسول الله ترجع: ما عندنا إلا الماء. هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، 9 منازل ترجع بالخبر: لا نملك إلا الماء، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ما غل وما كل وما ذل وما زل عليه الصلاة والسلام، بل كان عليه الصلاة والسلام يمشي على مبدأ أن الحياة تمنح للآخرين. فقال عليه الصلاة والسلام: من لضيفي؟ فقام رجل فأخذ ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، تكفل بمبيته وطعامه وشرابه. النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، الذي ذاق مرارة الجوع وذاقت معه نساؤه مرارة الجوع عليه الصلاة والسلام، لكنه في المقابل كان يوزع الأطعمة ويطعم الجائع ويلبس العاري ويعين الناس على نوائب الدهر. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا يا سادة لا يوجد أحد يحيا لذاته. انظر أنت لمن أحيا. إذا أنت كنت تحيا لذاتك ولنفسك ولمتعتك، فأنت يا سيدي عبارة عن زيادة عدد لسكان الأرض. إذا أنت كنت تحيا في عملك في كل شيء لذاتك ولمتعتك ولذات نفسك، ولا أحد من حولك يرى العطاء، فأنت يا سيدي زيادة عدد على كوكب الأرض. وإذا كنت يا سيدي تحيا وتبسط يدك للآخرين وتعني الآخرين ولا تحيا لذاتك، فأنت فعلا إنسان، وأنت فعلا من يبني ومن يعلم، وأنت فعلا من يحتوي الآخرين. لهذا انظروا لأنفسكم، فلا أحد يحيا لذاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان.
سارة من السعودية، تفضلي يا سارة. أنا أم عبد الله يا أم عبد الله، اسفين، قول يا أم عبد الله. كيف حالك يا يا شيخ؟ مرحبا، لو ترفعين صوتك أم عبد الله. والله يا شيخ نبغى نشكرك على هذا البرنامج والله. الله يسعدك يا أم عبد الله. آمين. أمس كانت الموضوع عن التسامح بين الناس. أوه صح. قولي. لكن يا شيخ في بعضهم، يعني أنا أخت زوجي ظلمتنا من غير سبب، دائما يا شيخ تعلم أم زوجي علينا، عرفت كيف؟ لدرجة إنها الحين عمتي غضبانة على زوجي، وزوجي والله العظيم يا شيخ يبكي ليش؟ لأنه أخته ظلمته، تعلم أمه عليه. أم عبد الله، إيش نسوي؟ أيوه أم عبد الله، اسمعي الله يرضى عليكي ووصلي لزوجك. لو كل إنسان ظلم من أحد فأبعد وترك للظالم ساحة الأسرة، لا أصبح الأنقياء الطاهرين يحيون لبعضهم البعض في صحراء قاحلة. لابد من عنصر مبدأ ما يسمى ادفع بالتي هي أحسن. ربنا عز وجل لما سن هذا القانون ادفع بالتي هي أحسن، الدفع وش الدفع؟ اللي هو مقاومة، ادفع كأنه هو يدفعني وأنا أدفعه، هو يدفعني، فالله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن، لأن الله يعلم أن الروابط في الأسرة يوجد بينها ويحدث الخلاف ويحدث الظلم والافتراء والكذب، فالله يأمرك لا ادفع بالتي هي أحسن. فلو كل إنسان وجد في عائلته ظالم فأنا أبتعد وخلاص وأصير لبيتي وأبكي وهذا، إذا سيبقى أهل الظلم يسيطرون على العوائل، والأنقياء الأتقياء يبكون في المنازل، وهذا لا يصلح. علمت يا محمد؟ يا عبد الله. طيب يا شيخ الحين زوجي ما يقدر ذا الحين يجلس مع أمه، لأن أخته مرة يعني محرضة عمتي على زوجي. اختي يعني والله العظيم يا اختي، النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أناس كان يعلم أنهم يقولون عنه كاذب ومجنون وساحر. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أناس كان يعلم أنهم طعنوا في عرضه. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أناس كان يعلم أنهم يهمون بقتله. يا اختي بقول لك حاجة، أسأل الله أن توفق هذه الكلمة. آمين يا رب العالمين. لو كل إنسان زوى على نفسه لوجود من يكرهه والله لن نحيا لبعضنا البعض. علمتي؟ نحتاج فلسفة أن ننتصر للحياة لا لأنفسنا، فنتغاضى كما قال علي: العافية العافية في نصف التغاضي، فتغاضوا عن بعضكم رحمكم الله. طيب يا شيخ، نعم. شكرا. ايش نسوي؟ كيف نسوي الحين؟ شو تسوي؟ كل هذا وتقولون شو اسوي؟ سيروا واطلبوا رضا الوالدة. حتى يعني نروح لعند عمتي ايوه، حتى لو احنا الغلطان. اي طبعا. امها شو تقولين انت؟ امها هذه هو امه زين يا عبد الله، امه حتى تضربه ان شاء الله ان شاء الله. أيوة. الامه يعني والله امي بتضربني براويكي برا بتشوفي والله ادعي عليك على الحرم. امه ترى خلها تضربه. عادي يا شيخ، والله العظيم يا ام عبد الله. اسمعي، هناك اناس ماتت امهاتهم، اساليهم. ايوه، لو ترجع امك تضربك. انا امي ميته يا شيخ، ليش انا احب عمتي مقام امي؟ والله زين انا ام عبد الله، شوفي اسمعي، لا يوجد ابن بار الا ومن ورائه زوجة صالحة. الحمد لله. بس انا عندي قناعة تامة، اذا شفت واحد بار من الرجال اعلم انه زوجته صالحة. عرفتي؟ والله يا شيخ ربي شاهد علي من سابع سماء، وربي شاهد علي من سبع سماء اننا امه مقام امي، وقسما بعزة الله ما يعني انت ما خاف انا لا منك ولا من اي شيء، بس انا اقسم بعزة الله ان مقام امه مقام امي. بالضبط. فبما انه مقام امك سيري. اخته هذه دائما حتى توصل حتى العرض يا اختي، حتى تدخل في شؤوننا. يا اختي ادفع بالتي احسن. يا اختي اسمعيني. ايوه. ليت ما اجمل ضرب الوالده حتى لو كانت غاضبه، حتى ضربه في حنيه. تضربني حتى انا ما هي مشكله، ما هي مشكله. المهم ارجعوا لعند. عارفه كم باقي حتى ندخل ليله النصف من شعبان؟ ايوه هذا يا شيخ اللي انا بكلمك الحين. زين اسمع، كم باقي الحين؟ انت عندكم في السعوديه باقي ساعتان صح؟ ايوه. عندنا احنا ساعه. بعد ساعه في دوله الامارات ندخل ليله النصف من شعبان. تدري فيغفر لجميع خلقه. آمين يا رب. فإذا أردنا احنا ندخل في الحديث لابد نسامح الناس حتى الله يسامحنا. أنت تريد الله يغفر لنا ويسامحنا وحنا والله براويكم يوم القيامة والله لا ما ينفع.
عرفت اختي؟ اعفوا عن الناس وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اعفي عن الناس حتى الله يغفر لنا. علمتي؟ شوفي الله يعطي، اسمعي بالله العظيم تسمعي، أسألك بالله اسمعي. أيوة. الله يعطي على قدر أنت ما تحبي الخير للناس. بمعنى إذا أنت عندك فلوس وزعت الفلوس للناس من باب العطاء ويفرحوا، الله شو يسوي؟ يعطيك فلوس زيادة، صح؟ لا ينقص مال من صدقة، صح ولا لا؟ أكيد والله. زين، هذا في الفلوس والمادة. أنت مثلا واحد مهموم وتأتي تفرجي عنه، الله يفرج عنك في الدنيا والآخرة، صح؟ زين، أنت الحين عندك بينك وبين واحد شحناء، أنا بسامحهم لله وقلبي أبيض، الله بيغفر لك يوم القيامة إن شاء الله يا رب. الله يحب اللي يعطي. شوفي اسمعي يا رب، إحنا بنروح وإن شاء الله. اسمعي يا أم عبد الله، ملخص تعاملنا مع الله أن الله يحب الرجل والمرأة التي تعطي حبا، تعطي نفقة، تعطي مال، تعطي تسامح، يعطي ابتسامة. الله يعطي اللي يعطي بس. علمتي؟ إن شاء الله. تسلم يا شيخ، وشكرا على هذا البرنامج. يا مرحبا. والله العظيم تسلموا يا شيخ، تسلم البرنامج اللي يشتغلوا فيه كله. تسلمي. نعم. هلا. منيرة من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام، ارفعي صوتك يا منيرة. كيف الحال يا شيخ؟ يا مرحبا، بخير يا منيرة. سؤالي يا شيخ، هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز شراء الذهب بالأقساط اختي، لأنه مال هذا. علمتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد هاء بهاء، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. من معي؟ ايه من معي؟ إيمان من الأردن، تفضل يا إيمان. السلام عليكم. السلام، ارفعي صوتك يا إيمان. عندي استفسار لو سمحت لي. نعم. الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة بالقرآن الكريم الكذب، الكاذبون، الكاذبين، الكذب، وتوعد لهم. لكن عندما ذكر في آية الشعراء قال يقولون ما لا يفعلون، ولم يقل عنهم كاذبون. نعم. ضمنيا تحمل نفس المعنى، يعني الآية تحمل نفس معنى الكذب. لكنه لم يصفهم سبحانه بالكذب، بل قال يقولون ما لا يفعلون. فبس إذا بتوضح الآية الكريمة. بداية مسألة، الكاذبون في أغلب الآيات القرآنية إيمان إنما أتت مناط الكافرين، في أغلب الآيات نزلت على الكافرين. علمتي؟ فهو أعظم الكذب والفرية أن تكذب الرسل. علمتي؟ لهذا الله عز وجل شانه توعدهم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ليه؟ فرية وافتراء، فأعظم. لهذا الله عز وجل توعدهم بالنار وكذا. مسألة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكذب لا يهدي وإن الكذب يهدي للفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، إلى نهاية الحديث، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الرجل الذي يغير الوقائع والحقائق. علمتي؟ لكن مسألة الشعراء، الله عز وجل قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ماذا استثنى بعدها؟ قال إلا الذين الذين آمنوا. أحسنت. فالله استثنى، طالما أن الله استثنى لم يخرجهم عن إطار الكذب. علمتي؟ نعلم فيهم الخير. أحسنتي. ولأن من الشعراء من يقول ويفعل، ولأن الشعر سلاح. علمتي؟ نعم. لهذا لأن الذي يكذب على الله ورسوله والذي يكذب الأنبياء ما يوجد فيه استثناء، صح؟ لكن نعم. الشاعر في منهم صادق وفي منهم يقول ما لا يفعل، لهذا الله استثنى. لأن الشعر من أقوى الأسلحة التي حتى النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها. لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع شعراء المهاجرين والأنصار، تقول عائشة فأعجبه حسان شفى صدره، ثم قال لحسان اذهب لأبي بكر يعلمك الأنساب. ليه؟ حتى ما يهجو قبيلة يطلع النبي صلى الله عليه وسلم منها، أو إخواله أو ناسبهم أو كذا. فقال حسان والله لأخرجنك كما تخرج الشعر من العجين. حتى لما هجا حسان أبا سفيان قال أبو سفيان والله هذه القصيدة ما خرجت إلا من تحت يد أبي بكر. ليه؟ لماذا؟ فهذا الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اهجوا يا حسان وروح القدس معك.
عليه الصلاة والسلام: لأنت أشد عليهم من رشق النبال. قال صلى الله عليه وسلم: السهام. قال: أنت أشد على الكفار والمنافقين من رمي السهام يا حسان. الشعر أقوى سلاح الآن، علمت؟ حتى في عصرنا الشعر أقوى سلاح. فلهذا الله عز وجل طالما أنه سلاح أراد الله عز وجل أن يستثني. هناك شعراء فيهم كذب، وهناك شعراء في كل واد يهيمون. مع الحب قيس بن الملوح، وفي الحرب عنتر بن شداد، وفي البطولة والشجاعة ما أعرف إيه، يجعل نفسه في كل واد، علمتي؟ ويشترى. وهناك شعراء لا، يقولون الحكمة إن من البيان لسحرا، علمتي؟ وهناك شعراء يقولون ويفتخرون بأوطانهم وبدينهم وبمجدهم، وينصرون أوطانهم وينصرون شعوبهم. فهذا هو الذي الله عز وجل استثناه، علمتي؟ فلهذا لا يخرج عن إطار الكذب. يقولون ما لا يفعلون، كذب. نعم. لكن هو ما استثنى الله سبحانه وتعالى أحد، قال بالعموم أنهم يقولون ما لا يفعلون، لم يقل ومنهم كاذبون مثلا. لا مو اللي يقول ما لا يفعلون هو الكذب، هو كذب. لكن أنا لماذا لم يقل كاذبون؟ هو ضمنيا كذب. نعم، لأن هذا أسلوب الخطاب القرآني، لأن الله هنا يخاطب الشعراء بمجملهم، منهم المسلم ومنهم المؤمن، علمتي؟ فيخاطب الشعراء بمجملهم. لكن الكاذب لما يضع الله كلمة كاذب في القرآن يخاطب كافر. هل يتأدب مع هؤلاء؟ رجل لا يعترف لا بالقرآن ولا السنة، فالله عز وجل يخاطبه: أنت كاذب، تكذب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، تكذب بالقرآن، تكذب النبي صلى الله عليه وسلم، علمتي؟ أما هذا فمنهم المسلم ولكن يقولون ما لا يفعل، فالله عز وجل تلطف في الآية معهم. نعم. سارة من السعودية، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام يا سارة. يشهد الله يا شيخ أن كلامك أمس عن العفو أثر فيني بشكل كبير. لكن سؤالي يا شيخ، الحين لما أدعي الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن نكون من أهل العفو، لازم الشخص يعرف يا شيخ أني أنا عفوت عنه، ولا يكفي أن الدعاء يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني ربي عليم فيه؟ اسمعي يا سارة. نعم يا شيخ. كم عمرك؟ 26 يا شيخ. الحين أنت الشخص الآخر يعلم بعداوتك؟ عداوتي كيف يعني يا شيخ؟ يعني يعلم هو يعرف أنه ظلمني، هو يعرف أنه تكلم فيني. أيوة يعرف. يعني يعرف. طيب. أيوة يعرف. بما أنه يعلم بالعداوة فمن باب أولى أن يعلم بالنقاء. صح؟ صح. ثاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيرهم الذي يبدأ صاحبه إيه؟ بالسلام. بقول لك شغلة يا سارة، اسمعي من أخيك الأصغر، لا مش الأصغر يعني مشيها، اسمعي من أخيك. الحياة إذا أنت عمرك 27 من الآن وحاملة هم العداوات، والله لا يشيب شعرك بعد سنة. فأنت كلما كنت نقية من الداخل كلما كانت الابتسامة لا تفارق وجهك. فأنت اصفحي واغفري وسامحي وابعثي له ليلة النصف من شهر فبان: أنا صفحة بيضاء معك غفر الله لي ولك. وادخل في الحديث. كما احنا بسألك سؤال: ليه احنا نبلغ بعض بالعداوات؟ بكرهك. احنا على فكرة كلمة بكرهك لو نعدها اللي بتخرج منا نحن الأمة العربية إلا من رحم ربك بالمليارات، لكن كلمة أحبك نادرا ما تخرج. بس يا شيخ في ناس هم اللي يظلمون، هم اللي يتكلمون فيك حتى لو انت بعيد. بسألك سؤال: هل معنى وجود القتلة أن لا ندافع عن أنفسنا؟ هل معنى وجود القتلة أنه لا يوجد هناك أناس تريد الحياة؟ صح. لماذا لا يطغى مبدأ أننا نريد السعادة والحياة والتسامح وغفران الذنوب وما يوجد شحناء؟ لماذا دائما نجعل الأكثرية ينتصرون علينا؟ صح؟ ما تشوفين هذا؟ يعني لما يكون عندنا فكر متطرف متشدد لأنه هو الأكثر والوسط قليل نريده يأثر علينا، ترضي؟ فإحنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان لوحده لما خرج بمكة، وكل مكة تعبد الأصنام وكذا ولوحده. غير فكر الآن مليار رجل على الكرة الأرضية صلى الله عليه وسلم. مليار رجل الآن في عصرنا، 1.5 مليار مسلم بفكر النبي صلى الله عليه وسلم. شو رأيك؟ فإحنا ما يطغى علينا الأكثرية. لو كل إنسان يستسلم للأكثرية إحنا بنفشل، خلاص نجلس في البيت. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. صح؟ صح يا شيخ.
طيب يا شيخ عندي سؤال ثاني الله يسعدك. أنا شيخ أمي متوفية الله يرحمها. الله يرحمها. طيب يا شيخ الحين هل يوصلها أخبارنا إحنا في الدنيا؟ يوصلها يعني بالطريق بعدة طرق، وقلت شرحتها كثير، بس أنا بعيد الآن بإيجاز. اسمع يعني يا شيخ بالذات في قطع الرحم، في قطع الأصحاب، يعني أنا أقصد يصلها أخبار أهل الدنيا ويحزنها إن كان يحزن، ويسعدها إن كان يسعد. يصلها أخبار أهل الدنيا بالمنام، إذا حد شافها في المنام وسألته وسأله وكلمه، أو إذا زار أحدهم القبر وكان قد أذن الله أن تسمع ماذا يقول الزائر، أو إذا مات أحد جديد من العائلة أو من الأقارب والجيران. يصلوا هذه الثلاث أوردتها بالأدلة في حلقة سابقة. علمت؟ جزاك الله خير. الله شكرا. أبو سلطان تفضل. السلام عليكم شيخنا. وعليك السلام. شيخ عندي سؤال عن الآية اللهم أني أسألك خيرة فيها عافية وعافية فيها خيرة. هذه آية؟ ما هي آية هذه؟ منو قال لك آية؟ والسؤال الثاني طب إذا خلنا على السؤال الأول، منو أخبرك أن هذه آية؟ والله شيخ أنا حصلت قريتها في النت. في النت؟ هذه أول مرة أسمع في هذه آية؟ والله شككتني في حفظي. لا ما هي هذه اللهم نسألك إيه؟ اللهم نسألك خير فيها عافية وعافية فيها خير. لا ليست آية، أنا متأكد ليست آية، متأكد يعني. نعم متأكد 100%. نعم. زين سؤالي الثاني شيخ أسأل عن الروحانيات، يعني أنا ما عندي فكرة شو هي الروحانيات بالضبط، لأني وايد يتكلمون عن موضوع الروحانيات. المشكلة تدري أنت تتكون من روح وجسد، صح؟ صح. علم الروح الله عز وجل عشان يسألونك عن الروح وش قال؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكيف تريدني أخبرك؟ علمت؟ نعم. يا مرحبا. نعم. رغد من العراق. رغد. نعم يا رغد. السلام عليكم شيخ. وعليك السلام يا رغد. شيخ وسيم أنا عندي سؤال بخصوص التسوق الشبكي، هل هو حلال أم حرام؟ والله أختي التسوق الشبكي لا أعلم، ما قرأت عنه، وأنا عادتي ما أفتي بأمر حتى أقرأ عنه جملة وتفصيلا. أما مجرد أن أستمع وأنا لا عندي دلالة، لا أملك دلالة به، فأنا لا أفتي في مسألة إلا إذا قرأت عنها ويعني ظهرت لي عيانا. أما هكذا فأنا أعتذر أختي عن الإجابة. نعم شكرا. ماشي شيخي عندي طلب. هي نعم أختي. ممكن حلقة من الحلقات تحكي عن التسوق الشبكي؟ إن شاء الله بقرأ عنها إن شاء الله. أنا إن شاء الله بقرأ عنها، لكن أنا فعلا ما أعلم عنها شيء. نعم إن شاء الله. شكرا شيخ. نعم. ماجد من قبرص تفضل يا ماجد. ألو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة. أنا يا شيخنا كل يوم بحاول أتصل عليك. تفضل. بس ما في ضغط على الخطوط. نعم. سؤالي بس يا شيخ. نعم قول يا ماجد. إيه أسمعك خذ راحتك. أنا في بلد أجنبي وبشتغل بمطعم، أنا شيف. بشتغل باللحم الخنزير. نعم. والمعلم عنده معمل خمر. نعم. وعاطينا سكن جنب المعمل. نعم. فنحن صلاتنا بتجوز وصيامنا وفي شيء عندنا مسألة الصلاة والصيام هذا لله بينك وبين الله، وقبوله عند الله سواء كان من مسلم أو من فاسق أو من عاصي، وسواء ممن أكل الحرام أم ممن أكل الطيب، فهذا ليس له علاقة لا بالصيام وليس له علاقة بالصلاة. يجب أن نفصل هذا الأمر. المسألة في الكسب، الرائحة، الكسب حتى في الرائحة ما لك علاقة، هذا صيامك وصلاتك صحيح ما لنا علاقة. صحيح. أما بمسألة الكسب فلا يجوز، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله عز وجل حرم لحم الخنزير، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم لحم الخنزير وغيره، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم بائع الخمر وساقيها وشاربها وعاصرها إلى النهاية. أنا بلبس كفوف ساعات بشتغل باللحم. لا ما يخص، مجرد أن تبيع هذا اللحم يجب أن تبحث عن عمل حلال. علمت إيه؟ لأنك أنت تعين هذا الأمر. يجب الآن وظيفتك الآن ويجب عليك أن تبحث عن عمل حلال مكسبه حلال أخي الحبيب. صحيح. في سؤال ثاني، زوجتي بالحامل بالشهر الثامن. نعم. والدكتورة قالت لها انه ما فيك تصومي هلا لانه راح تدخل بالتاسع بشهر رمضان. نعم. فشو ما تصوم بعد رمضان وتقول نفاس، وبعد الانجاب والنفاس، ويوم ترد عافيتها ان شاء الله اذا قدرت تصوم تقسطهن
بعد رمضان ما عليها شيء. يعني في علينا دفع أو إطعام؟ تقضي يا أخي، تقضي. وبعض العلماء رحمه الله قال إذا خافت على جنينها عن كل يوم مسكين احتياء، بعض العلماء قال هذا، لكن القضاء تقضي وتتوكل على الله. نعم. شكرا كثير. شكرا لك. شكرا. نعم. فاصل ونعود إليكم بإذن الله. بيوت الله صح ولا لا؟ صح. علمتي؟ فنحن هنا ننظر إلى المصلحة. ربما هي يوم تصلي الوحدة تنعس تنام تغفي، ربما تريد تسمع صوت جميل، عرفتي؟ ربما تحب تشوف هذا المنظر، الناس تراويح وترجع، بالعكس تنظر هنا لمصلحتها هي. صحيح. بمعنى ما نقول والله تعال صلاتك في البيت أفضل اقعدي في البيت، لا بارك الله، لا. النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع عمى الله. ابنه لابن عمر منع زوجته تصير المسجد، فقال له أبوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع عماء الله بيوت الله. قال والله لا أمنعهن. قال أقول لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع وأنت تقول والله لا أمنعهن، والله لا أكلمك. علمتي؟ فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا، خلاص. جاءت المرأة تقول أنا رايح المسجد، ما يحق للرجل لا تسيرين إلا إذا كان السبب فعلا شرعي مقنع. ما أقول يا بنت الناس ابنك كذا، أمك مريضة، أمي مريضة، نبغي كذا نسير، صح. أما الأصل عدم المنع. لهذا أنا أقول للمرأة في هذه، عسى أن تكون تصل الرسالة، أنت انظر لمصلحة نفسك. إذا كنت ترين أن الصلاة في منزلك همة وعطاء وخشوع أكثر، فصلي في المنزل في حجرة نومك أفضل، وهذا ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت تري أني أنا في المسجد لا الصوت الشجي الجميل، وأنا أحب أشوف الناس وآثار العبادة والآثار البهيجة هذه الجميلة، فقل لا اذهبي للمسجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أمكم من إن قرأ ترون خشية الله في صوته، فالصوت الجميل محبوب لدى القلوب وخصوصا في رمضان، فهي تنظر لنفسها ماذا تريد ثم تأتي به. علمتي؟ نعم يا شيخ، الله يجزاك ألف خير، يعطيك العافية ويسعدك يا رب. الله. أهلا. دلال من لبنان. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام يا دلال. يا شيخ أنا عندي سؤالين. أول سؤال هو عن حديث الرسول، روي عن الرسول أنه الآيل صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. نعم. هل مضبوط هذا الحديث؟ هذا الحديث ضعيف، لكن في حديث أصح منه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم إلزم قدمها فثم الجنة. نعم. أنا سألت هون عندي بلبنان، قالوا لي إنه مش مضبوط لأنه صح ضعيف. الأمراض بيكون في أمهات كافرين. لا، ما اسمعي، هذا ليس قياسا، لأن الأم الكافرة الله عز وجل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم قدمها فثم الجنة، بمعنى أنه برضاها وبطاعتها وبخدمتها ستجد الجنة. أي كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلزم موطن قدمها، أي إلزم وين ما تسير خلك معها وخدمها، وهذا لك الجنة. مسألة أم كافرة وأم مسلمة، نحن أمرنا بالبر لأمهاتنا بغض النظر عن أديانهم. لو أمي مجوسية وجب علي البر، علمتي؟ بغض النظر عن دين الأم. أنا ديني يأمرني بالبر، لكن لم ينظر ديني لدين أمي، ما له علاقة. مثل بعطيك مثال، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، صح ولا لا؟ مزبوط. مثلا أنت يا دلال بتبيعين أقلام، دينك أمرك شو؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الإسلام والقرآن بنعتني بصناعتنا. فأنا بصنع الأقلام للمسلم، تفضل خذ أحلى قلم، ويجي عندي واحد كافر أو غير مسلم، خذ قلم مغشوش. سؤال، الله أمرني أن أتقن عملي لأن لأصل العمل ولا للمشتري؟ بغض النظر عن دينه. لا أحسنتي. إذن للمشتري بغض للعمل، أيوة، بغض النظر عن دين المشتري، صح؟ الآن لأن الدين أمرني للعمل، زين الله أمرني ببر الأم، هل تطرق الله لدين الأم؟ لا أبدا. علمتي؟ فأنت مطالبة بالبر. أما يقول لك أمك كافرة، قولي له الله 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 يعوض علينا. علمتي؟
يا شيخ والسؤال الثاني، مرة أنا سمعت لك إنه عم تحكي عن وهب الأعضاء، وحدة دقت لك عم تسألك عن وهب الأعضاء إذا حلال. نعم. قلت لها إنه هاي أفضل من صدقة جارية، وهي آخر ما يؤجر عليه الإنسان. هو يؤجر الإنسان. أقصد هون عندنا باللبنان. كملي السؤال ثم أفصل. نعم. هون عندنا باللبنان سألت عليها، أم قالوا لي حرام والميت ما بيجوز حدا أبدا يلمسه وممنوع يشيل شيء منه، حرموه على الآخر يعني. فيا شيخ شو الفرق بين عنا وعندكم؟ والله ما أعرف. أنا أعرف إن نبينا واحد. بعرف نبينا واحد وربنا واحد. فشو الفرق يا؟ هم يستدلون على أن حرمة الميت كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، فيقولون يعني مضبوط. أنا أقول لك أدلتهم بالتفصيل. هم يقولون كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، فكيف حنا ناخذ أعضاءه ونفتح بطنه وكذا؟ هذا إيذاء للميت، والميت الأصل أنه يستر ويدفن وكذا، وجسده ملك لله مثلا. لكن هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كسر عظم الميت ككسر عظم الحي أراد الأذى. إنه أنا أذي الميت، يعني خلاص يلا ادفن وعقه في القبر، وأراد هذا الذي أراده أذى الميت. لكن إذا كان يترتب عليه مصلحة أعلى، بمعنى عندي قلب مات أخذ قلبه وأذهب أزرعه في رجل مريض مهدد بالموت فيحيا، هذه أولى. لأن الله ماذا يقول؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. علمتي؟ فننظر للمصلحة الأعظم ألا وهو إبقاء النفوس، فهذا ميت وأقدم إلى الله. ولهذا نقول كما أنهم اجتهاد، هم اجتهاد ترى، كذلك من قال بالجواز اجتهاد. فننظر للمصلحة. اللي قالوا حرام ننظر للمصلحة. تعال يا أخي، في ناس تغسل كلية وهذا ميت، كيف تتحلل كليته أحسن؟ يعني لا، ناخذ كليته ونزرعها في من يحتاج. علمتي؟ أنا حكيت هيك. فلهذا نحن ننظر لعموم قوله تعالى ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني أعطيك مثال، أحد الصحابة قطع أنفه، الأنف قطع، ماذا وضع مكانه؟ أنف إيه؟ من ذهب، صح؟ وضع أنف من ذهب. الآن الأسنان لما تقلع وش يعطون؟ أسنان من إيه؟ ذهب. أنت معي؟ صح ولا لا؟ زين الذهب حرام، صح؟ مضبوط حرام. زين للرجال كيف هذا وضع أنف ذهب؟ لأنه لا يصدأ ولا كذا، فيوجد مصلحة عليا أكثر، فنظر الإسلام على الجواز، لأنه مصلحة عليا لبقاء جسده وعدم الأمراض وعدم الأسقام، وحتى لا تتآكل لحوم، مصلحة كبرى. علمتي؟ كذلك. ما شاء الله عليك يا شيخ، جوابك مقنع. يعني اقتنعتي؟ أكيد يا شيخ، أنا مقتنعة من الأول، بس عم بتأكد بس لشوف جوابك المقنع حتى أنا أرجع أرد عليهم. أنا عم باخذ الجواب منك لأنا أرجع رد. فالأصل في الذهب أنه حرام، لكن الإسلام نظر المصلحة العليا. علمتي؟ كذلك هم قالوا الجسد وكسر عظمه، تعال المصلحة العليا عندنا إنقاذ أنفس، هذا مات خلاص، هذا أنا أنقذ نفس، فهو ينزل منزلة الصدقة الجارية. أختي علمتي يا دلال؟ مظبوط يا شيخ. اقتنعتي يا دلال؟ أكيد يا شيخ اقتنعت، أنا دايما بقتنع منك. الله يسعدك. ما شاء الله عليك يا شيخ، الله يحميك. آمين إن شاء الله. الله يرضى عليك ويجوزك. متجوزة؟ الله يرضى عليها. أم خالد. السلام عليكم. وعليك السلام يا أم خالد. كيف الحال شيخ؟ يا مرحبا يا أم خالد. شيخ وسيم، أنا عندي استشارة أكثر من أنها تكون فتوى. والله إذا عندنا علم تفضلي قولي. طيب، أنا متزوجة لي تقريبا أكثر من 12 سنة. نعم. من رجل كبير بالسن يعني. نعم. شوي، لكن أساس الحياة من أول يوم تزوجنا إلى اليوم هذا أساس يعني مبني على الشك. يعني ممنوع كل واحد يشك في الثاني. لا 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 لا، أنا من ناحيتي يعلم الله أني أطلع وأخلي الخدامات عنده ولا عمري شكيت. زين. لا الحمد لله، ولا عمري تعاملت بالطريقة هذه، لكن نعم. أسلوبه معي ما أدري هو فارق السن، لكن دائما لا تطلع. كم عمره هو يعني كبير عنك كثيرا؟ الفرق تقريبا 30 سنة. أكبر عنك؟ أي. زين كملي. فالله رزقني بعيال منه، أحاول قد ما أقدر إنه أفهمه، أستخدم الأساليب الطيبة معه، أغري أحيانا مثلا من ناحية المادة، من ناحية إنه أنا أسهل لك لأني أنا موظفة، أنا أساعدك، أنا كذا، لكن وصلنا يعني الطريق مسدود الآن.
ما اقدر اقول انه هو اللي هجرني اكثر مني انا اللي ابتعدت عنه. انت يعني كرهتيه؟ اي خليك صريحه، خليك واضحه. طيب انا بين تفكير انه اطلب الطلاق لكن افكر بعيالي اكثر، وبين اني اضل يعني حياتنا كلها مجرد حياه رسميه، كلهم في طريقه وكلهم في لكن برضو يظل انه هو المسيطر، هو اللي يمنع، هو اللي يعني انت الان تقترحي تهجري، لا يعني لا ما يمسك يعني، صح؟ اي يعني عباره عن ديكور انت وياه. فعلا. الله يعطيك العافيه. زين. طيب والسبب هل ذنب من الجهه هذه؟ زين ما والسبب انه انت ما تحبينه بس عشان العيال. زين. اي عشان العيال. زين انت انا ما وصلت للمرحله هذه الا في اشياء ترتبت عليها. انت في سن زواج؟ انت في سن زواج؟ ما افكر، ما ادري صراحه. يعني انت ولا كرهتي جنس ابو رجال انت لا خلاص الحمد لله، عندي وظيفتي، عندي عيالي، ما تريدين الزواج؟ لا خلاص الحمد لله. شوفي اختي، في الاسلام ما يوجد حياه زوجيه يعني كما يقال تقاعد مبكر، بمعنى أنا كرهته ممنوع يصيبني، أنا وياه ديكور بس خلاص، أنا في غرفة وفي غرفة. هذا ما عهد في الإسلام، هذا طرأ علينا حديثا جديدا. علمتي ليه طرأ علينا حديثا جديدا؟ المرأة ما تريد تتطلق عشان العيال بسبب التكاليف. زمان ما كان عندهم هذه المدارس والجامعات والتربية والإنترنت، فيخشى ضياع الأبناء. والزوج ما يريد يطلق أيضا من أجل الأبناء، فيأتي يتزوج واحدة ثانية أو يلعب ذيلة. صح، يلعب ذيلة ولا أنا غلطان؟ لا 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 بالعكس، الرجل محترم لكن الرجل محترم. لو تزوج بتظلي بذمته؟ ما أدري. هاي شفتي والله ما أعرف شو يرضيك أنت، ما أعرف. يعني أنت تقولين لا ممنوع يمسني ولا يصيبني، أنا بغرفة وبغرفة، زين يتزوج عليكي؟ أنا ما عندي مشكلة. لا شيخ قبل شوي تقولين ما أعرف. لا أنا قبل شوي الكلام إنه سواء كنت على ذمته أو أنا شوف أم خالد، أنا راح أشفي بإذن الله قلبك، لكن اسمعي بإذن الله. وقت البرنامج خلص، أنت باكر شو رأيك نتصل فيكي أول اتصال؟ ممكن طيب. ولا ما يناسبك؟ بكون أبو خالد موجود بعدين مشكلة. لا خلص مو مشكلة. زين باكر اتصلوا لأم خالد أول اتصال، انتظرينا باكر أم خالد الساعة 5 بإذن الله. الله يسعدك. مرحبا. شكرا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، استودعكم الله.